مسار الألم. يعني ايه مسار الألم؟ يعني حد شكني بإبرة في ايديا، الإبرة دي شكت مستقبل الألم في الجلد. طيب وبعدين خرج سلك الكهرباء إلى اللي هو العصب الرئيسي، عصب مرتبط بيه يعدي في الدراع ثم إلى الحبل الشوكي لغايه لما يوصل للمراكز العليا في المخ. هذه الفتره بتبقى في جزء من الثانيه، فبحس فبشد ايديا ببعدها عن المنبه، الحاجه اللي بتشكني، وبناء عليه هي دي الفكره الحاكمه الرئيسيه البسيطه جدا اللي احنا بنقدر نستفيد منها في مجال علاج الالم. في هذا المسار في اشارات مرور، في عقد عصبيه، في ضفاير عصبيه. لو قدرنا ان احنا نعمل بلوك او نعمل وقفه او نمنع مرور هذه الإشارة اللي هي إشارة الألم، بالتالي مش هتوصل للقشرة المخية وبالتالي مش هحس بالألم، وبناء عليه نقدر بإذن الله وإن شاء الله وبتوفيقه إن احنا نقدر نتعامل مع آلام مختلفة زي آلام الأورام السرطانية لا قدر الله وعافاكم وعافانا جميعا، آلام المفاصل، آلام الركبتين الشديدة جدا، آلام